مساء الفل. الصداقة أغرب وأبسط رابطة إنسانية ممكن تربط البني آدمين ببعض. الرابطة الإنسانية الوحيدة اللي مفيش أي قانون مدني بيحكمها، لا فيها عقود ولا مواثيق ولا صلة دم ولا ارتباط باسم عيلة. بتدخلها بدون ورق أو إثباتات وبتخرج منها بنفس البساطة. حتى علاقات الحب بين الرجل والمرأة أول ما بتبقى رسمية لازم تتوثق بورق وإثباتات وحقوق وواجبات، وبعد لما يخلفوا بيبقى في ربط الدم لا يمكن الفكاك منها أبدا. وحتى لو ما بقتش رسمية في الآخر بيبقى اسمكم الإكسات، وبتعملوا لبعض بلوكات في كل التطبيقات. اسمع لنا مستر صداني وجاية ليه دايما عليا. ما علينا. يعني ببساطة كده الصداقة هي أول عقد اجتماعي حر غير مشروط عمله الإنسان مع أخوه الإنسان. الصداقة هي اتنين من قبائل مختلفة في بداية التاريخ، كل واحد شاف شيء ما في الآخر. الشيء ده قدر يحول الآخر من عدو وخصم ومنافس على الموارد لصديق ممكن يحرس ظهره لما ينام أو يقسم قوته معاه. الصداقة هي اللي خلت الحياة البشرية تستمر والقبائل تتعارف ويبقى بينها تجارة ومصالح عشان الأرض تعمر. الفيلسوف اليوناني أبيقور كان بيقول: بين جميع الأشياء التي تستثمرها الحكمة لإنجاز نعمة الحياة الكاملة امتلاك الصداقة أفضلها. لكن إيه علاقة كل ده بسيد حجاب؟ الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تتر الشهد والدموع وأرابيسك. لو لسه مشوفتش الحلقة اللي فاتت روح شوفها الأول أو هات البلاي ليست من أولها. أرابيسك والشهد والدموع نقدر نقول عليهم تترات ملحمية، يعني فيهم مواضيع درامية معقدة ومركبة، وتتراتهم فيها طبقات كتير من المعاني والرؤى، وملحمية كمان على المستوى الموسيقي. ودي نوعية تترات عملها سيد حجاب كتير، زي المال والبنون والليالي الحلمية والوسية. أنا حبيت بقى المرة دي نفصل بتترات ممكن تكون أبسط شوية وفي مرحلة متقدمة زمنيا من كتابة سيد حجاب، لكنها برضو شديدة الجمال والرقي وماشية على نفس الأسس اللي اتكلمنا عليها أول حلقة. واحد بقى من هذه التترات هو تتر مسلسل الأصدقاء اللي أنا عملت عشانه المقدمة اللي في الأول دي. مسلسل الأصدقاء باين من اسمه، مش محتاجين حتى نتكلم عنه لأنه بشكل أو بآخر كلنا عشنا القصة دي. لكن برضو القصة باختصار بتحكي عن 3 أصدقاء من قرية واحدة تربوا مع بعض وكبروا ال3 والحياة خدتهم في مسارات مختلفة تماما. واحد منهم بقى قاضي والتاني عالم ذرة والتالت مراكبي بسيط، لكن بتفضل رابطة الصداقة دي موجودة بينهم دايما، والعلاقة دي هي روح المسلسل كله. وزي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت سيد حجاب ما كانش بيتعامل مع التتر كأغنية وخلاص، لا كان بيعتبر ده مشروع الشعري اللي لازم يخرج فيه فلسفته ورؤيته الإنسانية. عشان كده أي موضوع بيتناوله بيحاول يشوف الفلسفة اللي وراه ويتناوله بأكبر قدر من العمق، والعمق ده علشان انت تبلعه بيحاول يبسطه لك ويقدمه لك في أجمل شكل فني ممكن يقدمه. وده اللي حصل في الأصدقاء. وشوفوا بقى كل سنة في كام أغنية بتتعامل عن الصاحب الجدع اللي ساندني دايما، اللي كتفه في كتفي، ونفس المعاني اللي بتتكرر طول الوقت. لكن من 23 سنة 2002 سيد حجاب بيعمل حاجة مختلفة كتير في تتر مسلسل الأصدقاء. والحقيقة أنا مش حابب أبدأ بالتتر، حابب أبدأ بأغنية داخلية من أغاني المسلسل شديدة الجمال والعذوبة والرقة. غناها مطرب نوبي جميل اسمه خضر العطار، بالمناسبة هو مثل في مسلسل برضه. خضر العطار بيغني الأغنية دي في واحدة من الحلقات لما الأصدقاء ال3 بيتجمعوا في مركب على النيل تحت نجوم الليل، والأغنية بتفكرهم بربطة الصداقة اللي شكلت عمرهم وساهمت في تكوينهم واختياراتهم في الحياة ووصولهم إلى ما وصلوا إليه، وبترجعهم للتمسك بالعلاقة دي اللي بتتأثر أحيانا في زحمة الحياة. بيقول سيد حجاب: الله يا ليل يا ابو النجوم اللولي، في التيه يدلوني ويدلولي. وهنا ممكن نعتبر ان النجوم دول هم النجوم اللي فوقهم فعلا، او نعتبرهم الصحاب اللي وقت التيه بيبقى هم دليل بعض في الحياة. بعدين بيبدأ سيد حجاب بمقدمة بسيطة جدا في مديح الصداقة: إن قلت لي ان الدنيا دي حدوتة انا اقول بدون اصحاب تكون ملتوتة، وان قلت لي ان الحياة دي رحلة انا اقول وبالاصحاب بتغنى وتحلى. فاهمين ده ولا اعيد عليكم قولي؟ الله يا ليل يا ابو النجوم اللولي. ثم يجي الكوبليه الأهم في الأغنية دي، الكوبليه اللي بيشرح وبيشرح فلسفة الصداقة الحقيقية. بيقول إيه بقى سيد حجاب؟ صاحبك ده بختك إنما أنت اخترته. والجملة دي لازم نقف عندها كتير لأنها جملة متناقضة أصلا. إزاي بختي وأنا اخترته؟ وسيد حجاب نفسه عارف إنها متناقضة بدليل استخدامه لكلمة إنما. متهيألي كل واحد فينا لو تأمل صداقاته هيلاقي فيها المعنى ده متجلي تماما. الصدفة الغريبة والرزق الرباني اللي خلاك توصل الدرس بدري فتقابل واحد تتكلم معاه كلمتين
تكتشف إنه بينكوا شيء مشترك يخليكوا أصدقاء طول العمر. صاحبك اللي بالصدفة أول يوم في المدرسة وأنت صغير لقيته قاعد جنبك وحسيت ناحيته بشيء ما من الأمان. جارتك البنت اللي زيك اللي كل إخواتها ولاد فلقيتوا في بعض ونس وألفة وبقيتوا صحاب طول العمر. والصاحب بقى اللي جمعكم في الأول مطرب بتحبوه أو فريق كورة بتشجعوه أو هواية محدش مهتم بيها غيركم أو حتى بدأت بخناقة تافهة وبقيتوا صحاب بعدها. حاجات كتير قوي كلها تقع في نطاق الحظ والصدفة والبخت، لكن في نفس الوقت انت اخترته. مش بس انت اخترته، انت بتختاره كل يوم، لان مفيش شيء ملزم اصلا في العلاقة دي. بتختار كل يوم انك تكون موجود معاه، تعرف اخباره، تشاركوا بعض وتعملوا ذكريات، وهو بيتبادل معاك نفس الاشياء، لانه في الصداقة كل واحد بيملك حريته. ففي اي وقت تقدر ان انت ما تكونش موجود مع صديقك بدون اي عواقب او التزامات، وساعتها العلاقة دي بتنتهي واحدة واحدة كأنها ما كانتش موجودة اصلا. يبقى فعلا زي ما عم سيد قال، صاحبك ده بختك انما انت اخترته وكنت جنبه في خنقته وسترته. بعدين بقى يبدأ يشرح لك ازاي انت اخترت الصاحب ده في مشهد بديع جدا يقول فيه: الناس معادن واللي فلس نطرته واللي ذهب حوشته واستخسرته. فاهمين ده ولا اعيده تاني؟ قولوا لي. وكأنك كده لقيت صندوق كبير مليان بني ادمين قعدت تقلب فيه، واللي ما يعجبكش ترميه بطول دراعك لحد ما توصل لكام حته ذهب كده من الجرام بتاعه بقى ب6 وشويه ده، فتستخسر ان هم ما يكونوش بتوعك وتقرر تحوشهم. كأنك فعلا لقيت كنز مش قادر انك تفرط فيه، فرص حقيقيه انك تعيش حياه افضل وان انت نفسك تكون بني ادم احسن. مفيش اجمل من كده تعبير عن فلسفه الصداقه وطريقة اختيار الأصدقاء. لما نروح بقى للتترات نلاقي كمان معاني جميلة جدا في الصداقة. التتر اللي بالمناسبة بيغنيه محمد قنديل. محمد قنديل بتاع يا حلو صبح يا حلو طل وبين شطين ومية والحاجات دي. ومعرفش بصراحة مين اللي جه في دماغه محمد قنديل إنه يجي يغني التتر ده. محمد قنديل في الوقت ده كان عنده 73 سنة وبقاله فترة كبيرة مش ظاهر، ودي واحدة كمان من مميزات التترات البديعة، إعادة إحياء مواهب غايبة عننا. المهم سيد حجاب بيقول إيه في التتر: آدي إيدي مدي إيدك، جرحي جرحك، عيدي عيدك، ود دافي نبع صافي، شيء كأنه نيل موافي، بين وريدي وبين وريدك يا صديقي مد ايدك. افتتاحية شديدة الجمال. فعل مد الايد ده هو فعل السلام والمساندة والدعم والطمأنينة. وهنا سيد حجاب بيدخلك جوه حالة الصداقة مباشرة. صديق بينادي على صديقه بيقول له انا مديت لك ايدي اهو، مد انت كمان ايدك. هل دي علامة على عودة علاقة بعد انقطاع؟ كأنها دعوة للصلح يعني؟ يمكن وده الأقرب لقلبي إنه إعادة تجديد للصداقة دي، تأكيد عليها، على استمراريتها، على إنها أكبر من كل الأشياء اللي بتحصل. والكلام اللي بعده كمان بيأكد وجهة النظر دي، كأنه بيحاول يفكر صديقه ويفكر نفسه ليه العلاقة دي موجودة بينهم أصلا، ليه مفروض يعمل كده؟ لأن جرحنا واحد وفرحنا واحد، لأن الصداقة فيها قدر كبير من التوحد مع الآخر، زي نيل رابط ما بيننا. والنيل أكتر حاجة يعرفها المصريين وبيحبوها وبيقدسوها، ودايما النيل مرتبط في ذاكرتنا بالديمومة والاستمرار. نيل بيتحرك حركة هادية شديدة النعومة ومستمرة طول الوقت. ثم يبدأ يفكر نفسه ويفكر صديقه ده بمعنى وواجبات الصداقة دي: يا صديق عمري، يا صاحب ذكرياتي، انت كنز ايامي، تحويشة حياتي، ومراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي، تقسى بحنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك. وكل سطر في الكوبليه ده محتاج دراسة وتأمل. يعني شوف صاحب ذكرياتي دي، بس صاحب ذكرياتي ده يعني بمعنى مالك ذكرياتي، ولا صاحب بمعنى الصديق؟ تمشي الاتنين الحقيقة. كأنه بيقول له انت مش صاحب انا بس، حتى ذكرياتي انت كمان صاحبها. او صاحب ذكرياتي بمعنى ان انت تملكها لانك جزء اصيل فيها، ما اقدرش افتكر ذكرياتي انا من غير ما افتكرك معاها. ومتهيألي كل واحد فينا لو فكر في ذكرياته هيلاقيها مرتبطه دايما باصدقاء ملازمين ليه. وده فكرني بالتعبير المصري البديع اللي بيعبر عن 2 اصدقاء ملاصقين لبعض دايما، لما يقول لك 2 في حاجه واحده. طبعا مش هينفع نقول 2 ولا الحاجه الواحده. ثم تعبير كنز ايامي، تحويشه حياتي، اللي بيرجع يفكرنا تاني بذهب حوشته واستخسرته، نفس المعنى. ثم المعنى الأهم والأعمق في التتر: مراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. أنا في رأيي إن الجملتين دول هم مربط فرس علاقة الصداقة اللي في المسلسل كله. وده بيبقى واضح جدا في الحلقة الأخيرة من المسلسل، لما صفية العمري جوزها صلاح السعداني بيموت وبتقول لأصحابه ما انتوا طول عمركم بتداروا على بعض. فبينفعل محمد وفيق قوي ويقول لها بالعكس بقى، احنا اصحاب في غاية القسوة على بعض، محدش فينا بيفوت هفوة للتاني. وده معنى شديد الأهمية في الصداقة. تواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. الصاحب مش اللي دايما ماشي على هواك، الصاحب الحقيقي هو اللي عايزك انت تكون نسخة افضل من نفسك، ومش هتكون نسخة افضل من نفسك غير لما يكشف لك عيوبها
الحقيقية، حاجات ممكن ما تكونش عايز تسمعها في وقتها لكنك بتكتشف مع الوقت إنها أهم حاجات اتقالت لك في حياتك. ثم الجملة العبقرية تأسى بحنان واستزيدك، تعبير مكثف من 3 كلمات بس لكن بيصيب الهدف بالظبط. تأسى بحنان، الأسوأ اللي ممكن صديقك يقصوها عليك لكنها في الأصل حنان صافي لأقصى درجة. أسوأ الهدف منها إن أنت تبقى أحسن، إنك تعرف نفسك أكتر، إنك تتحاشى الوقوع في مصايب الزمن اللي ما بتخلص. الأجمل هنا إن المتكلم نفسه عارف أهمية ده فيقول له واستزيدك، يعني أنت تقسى عليا وأنا أقول لك كمان. مش رغبة في إيذاء النفس لكنها ثقة عظيمة إن القسوة دي وراها حنان مادام هي نابعة من الشخص ده، الشخص اللي أنا بعتبره صديقه. أصدقاء والود موصول فوق زماننا، بيه أمنا وليه أمنا وفيه أمنا، بيه على الدنيا وعلى الظهر استعنا، وإن زماننا خنا وفي لحظة طعنا، تستعدني واستعيدك يا صديقي مد ايدك. اصدقاء والود موصول فوق زماننا، الصداقه اللي بتتحدى الزمن اللي مفيش اي حاجه بتقف في طريقه، لكن يمكن الصداقه تكون الوحيده اللي قادره تعمل ده. بيه امنا وليه امنا وفيه امنا، امنا بيه من الايمان وامنا له ولقينا فيه الامان والطمانينه اللي احنا بندور عليها. وزي كل حكايات الاصدقاء اللي في الدنيا اللي الزمن بيفرق بينهم اوقات وبيبعدهم عن بعض، لكن وقت الشده دايما مع الاصدقاء الحقيقيين بتحصل الحاله بتاعت تستعيدني واستعيدك، عشان زي ما قال في الأول الود موصول فوق زماننا، فاحنا الاتنين عندنا القدرة على استعادة بعض أي لحظة من الزمن. كمان لما تبص على تتر النهاية تلاقي سيد حجاب استخدم نفس الفكرة بالظبط لكن بتنويع لفظية مختلفة شوية، فبدل ما يقول ادي ايدي مد ايدك بقت ادي يدي مد يدك، قد ودك قلبي ودك. وشوفوا جمال استخدام الجناس التام هنا، ودك الأولى اللي هي الاسم المصدر الود، ودك التانية الفعل، الاتنين نفس الكلمة واستخدمهم بطريقة في غاية البساطة. ده انت بعد الأهل أهلي وإذا يوم قلبك ندهلي هتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مد يدك. يا صديق عمري وأحلامي وعذابي، في ليالي فرحتك عامل حسابي، في ليالي وحدتي بتدق بابي، وعمر باب قلبي مصدق يا صديقي مد يدك. وتحس ان الكوبليه ده بيقوله صديق كبير كده في السن قاعد بيتأمل العشرة الطويلة بينه وبين أصدقائه، الذكريات اللي مليانة فرح وحزن ووصال ومحبة وفراق ووحدة، لأنه الجدعنة بتاعت التواجد في كل مواقف الحياة هي برضه جزء مضمن في العقد الاجتماعي بتاع الصداقة ده. أصدقاء والود موصول فوق ظروفنا، مهما نبعد مهما شفنا مهما طفنا، في ساعات شدتنا وقلقنا وخوفنا، تستعدني واستردك يا صديقي مد يدك. متهيألي إن سيد حجاب كان يقدر يعمل 10 تنويعات كمان على نفس الفكرة، وده بسبب القدرة المذهلة على تطوير اللغة واستغلالها بأفضل شكل ممكن. تتر كأنه درس في فن الصداقة وأصولها وواجباتها. نشيل الشاي بقى ونعمل قهوة ونخش على التتر التاني. الحقيقة مقرفة جدا يا عبد الجبار، والغريبة إنك أنت لو رفضتها علشان مقرفة هتبقى مقرفة أكتر. كناريا وشركائها، قصة باختصار بتحكي عن سيد كناريا اللي كان بيزور عملة واتسجن وخرج من السجن وبدأ حياة التوبة الجديدة، لكن الماضي بيرجع يطارده بعد ما بتظهر عملة مزورة بكميات كبيرة في السوق. يعني باختصار شخص عايز يتوب لكن الماضي بتاعه بيطارده، ودي تيمة درامية معروفة جدا. سيد حجاب بقى لقى ان اسم المسلسل كناريا وشركائها، وكناريا دي قافية مش شائعة قوي، وده كيف عند سيد حجاب، القوافي الصعبة اللي فيها تحدي ولعب كتير. بس محتاجين نسأل الأول اشمعنى الكناريا؟ ايه فكرة الكناريا ورمزيتها يعني؟ الكناريا طائر شكله جميل وصوته بديع، وهو طائر شديد الحساسية ودي واحدة من أهم سماته. هو طائر بيعشق الحرية زي كل الطيور، لكن الإنسان الله يجحمه عرف على مدار العصور يغير في طبيعته ويحبسه في قفص. طيور الكناريا حساسة لدرجة إنها لو حست بقلق تتوقف عن الغناء فورا، يعني لو شفت طيور الكناريا بتغني تبقى مطمن إن كل شيء حواليها على ما يرام. والخطر بالنسبة لها ممكن يكون إن البيئة فيها شوية ضوضاء أو أي تغيرات غير مألوفة بتحصل حواليها. وطيور الكناريا كمان ليها تاريخ مع الإنسان، زمان عمال مناجم الفحم كانوا بياخدوا معاهم طيور الكناريا للمنجم. ليه؟ استغلالا لحساسيتهم الجسدية للغازات السامة اللي ممكن تطلع من مناجم الفحم. فالعمال يروحوا يشتغلوا، طيور الكناريا على جنب قاعدة تزقزق وتغني، الدنيا تمام. أول ما الغازات السامة تطلع يلاقوا الطيور وقفت غنى
وبدأت تقع واحدة ورا التانية. العمال في الوقت ده ما بيبقوش لسه اتأثروا بنسبة الغازات السامة اللي طلعت، لكن الكناريا بتبقى اتأثرت طبعا، وده بيبقى زي انذار للعمال ان في غازات سامة في المكان بدأت تتسرب. الانسان ده كائن مش سهل برضه. المهم يعني ان الكناريا في الاخر كائن حساس جدا، ما يقدرش يغني غير وهو مبسوط وحر وسعيد. هو رمز للحساسية والرقة والجمال والحرية المسلوبة، زي سيد كناريا بالظبط اللي ماضيه بقى بيطارده ومخليه مش عارف يزقزق وهو حر. نشوف بقى سيد حجاب اتعامل ازاي مع ده، ونتفرج على تحدي اللغة ومحاولة تطويعها في قافية صعبة زي قافية كناريا. بيبدأ التتر بوصف حالة درامية بتبدأ بسؤال، كأن المشهد ان البطل قاعد بيتفرج على طيور الكناريا اللي عمالة تطير قدامه، وحاسس ان فيهم من بعض، هما الاتنين في الاصل واحد، وهو عمال يتساءل الطيور اللي طايرة دي كانت في الاصل ايه. في نفس الوقت هو بيحاول يتعرف على مشاعره ويفهمها، فيبدأ بسؤال، دي دمعة من قلبي على الخد جارية، ولا دي بسمة نسمة في مسمي سارية؟ وطبعا مش محتاجين نتكلم عن القافية الداخلية في بسمة ونسمة ولا تكرار حرف السين، اتكلمنا عن ده بالتفصيل الحلقة اللي فاتت. بعدين يجاوب ويقول لا دي أرواح طاهرة طايرة في براح، وكأنه هنا عمال يحسد الطيور دي إنهم طايرين في البراح ده، وذكرى عمر فتوها وفتوبة راح، عمر سيد كناريا اللي فات اللي ضاع في السجن، ومحاولات التوبة عشان يبدأ حياة جديدة. يا قلبي يعيش مع زقزقات الكناريا. في الآخر بيقول لنفسه إنه لازم يكون حر زي الطيور دي، لازم يزقزق زيهم. الكوبليه التاني بقى سيد حجاب بيعمل فيه أعجب حاجة ممكن حد يعملها في التكنيك. عارفين زمان لما كنا بنلعب ألعاب الألفاظ المتشابهة ورا بعض وإن إحنا محتاجين نكررها بسرعة، زي ريد لوري يلو لوري ونقولها 5 مرات ورا بعض والكلام ده، بيعمل حاجة شبهها بالظبط. والحقيقة لو مطرب تاني غير علي الحجار كان هيعاني كتير قوي وهو بيغني. القافية اللي سيد حجاب بيستخدمها طول الأغنية اللي هي قافية الراء ياء ألف أو الراء ياء تاء مربوطة، يعني قافية كناريا دي. حلو، قولوا حلو. إيه بقى أكتر قافية ممكن تلخبط مع القافية دي؟ قافية الياء راء ألف أو الياء راء تاء مربوطة. القافيتين دول مع بعض يخلوا اللسان يتلعثم، تحصل لخبطة. يعني تخيل كلمات زي كناريا سارية جارية مع كلمات تانية زي دايرة خيرة مغيرة، لكن في نفس الوقت لو عرفت تقولها وتعبر بيها عن المعنى تبقى ممتعة فنيا جدا. وهو ده اللي عمله سيد حجاب. بيقول ايه بقى؟ هحاول اقولها ويا رب ما تلخبطش. بين دنيا دايرة جروحها في روحنا غيرة، واماني فايرة في دنيا تانية مغيرة، في إلا جايرة وإلا غيرة ومعايرة، والناس مسايرة وحيرة أو فاهمة قارية، ويا قلبي يعيش مع زقزقات الكناريا. شايفين الانتقال بين القوافي عامل ازاي؟ خدتوا بالكم من الانتقال الثالث في الاخر بين حيرة وقارية، الكلمتين اللي صعب اصلا يتحطوا جنب بعض؟ وشايفين كل سطر فيه كام قافية داخلية، ودايما في كل كوبليه هيرجع للقافية الاصلية بتاعت كناريا علشان يقول يا قلبي يعيش مع زقزقات الكناريا. ولو تأملت بقى الالفاظ هتلاقيها في الاصل الفاظ صعبة، الفاظ مش غنائية خالص، مش رشيقة يعني معتادة في الاغاني. يعني غيرة مغيرة مسيرة معايرة مش الالفاظ اللي متداولة خالص في الاغاني، وتحسها اقرب كتير للفصحى. ومع كل اللعب اللفظي ده، لكن اللي بيتقال هنا بيشرح أزمة البطل بالظبط. الدنيا اللي جروحها في روحنا غيرة هي دنيته القديمة وماضيه المؤلم اللي مش راضي يسيبه، والأماني الفايرة في دنيا تانية مغيرة هو الأمل في بداية حياة جديدة مع التوبة، والإلا الجايرة والغيرة هي الحواجز اللي بتمنعه عن الحياة الجديدة دي. طب والآخرين والناس من حواليه؟ بعضهم ماشي مع الموجة وبعضهم فاهم وقاري اللي بيحصل بالظبط. شرح كامل للحدوتة في شكل فني ممتع لأقصى درجة. بعدين يقول بين رهبة من التوبة وتوبة برغبة، سددنا دنا وغيرنا أغنى وأغبى، وقلوب مصاحبة الحق صحية ومشاغبة، وقلوب تدوب في قلوب ولا هي دارية، ويا قلبي عيش مع زقزقات الكناريا. واتفرج هنا برضو على اللعب بالألفاظ والتناغم اللفظي بين توها توبة رغبة رهبة أغنى أغبى ومصاحبة وصحية ومشاغبة. وهنا بيكمل شرح لأزمة سيد كناريا، التوهة القديمة والرغبة الجديدة في التوبة، والديون اللي سددها قبل كده ومضطر يسددها تاني. متعة فنية كبيرة ما بتخلصش لحد هنا، لأنه تتر النهاية كمان ممتع جدا جدا. بيقول في تتر النهاية يا زقزقات الكناريا دنيتنا بايعة وشارية، فينا وبتصحي فينا جروح ماضينا الدفينة، واحنا في توها وهارية يا زقزقات الكناريا.
وهنا مستمر سيد حجاب في القافيه الصعبه بتاعت كناريا دي برضه، لكن الجميل ان انت مش حاسس بالصعوبه دي خالص. حتى كلمه هاريه هنا تحسها طالعه جميله وفي مكانها، وما اظنش ان هاريه دي في اي حد تاني غير سيد حجاب استخدمها بعد كده. لكن سيد حجاب طول التتر هيفضل يتحدى نفسه ويجيب قوافي اصعب من اللي قبلها. تعالوا نشوف. دنيا شقى كلنا عيشها، والخوف رعشنا ورعشها، وحوشها طشها نعيشها، ونفشه ريشها وضاريه يا زقزقات الكناريا. طبعا مش هتكلم عن كمية حرف الشين اللي موجودة في كل جملة، وعجبني قوي تعبير طشها نعيشها، كأن الدنيا الطيش بتاعها هو اللي بيخليها دنيا، هو اللي بيخليها حية وحقيقية. ولفظ ضارية كمان لفظ فصيح جدا وغريب ان هو يتحط في اغنية، ورغم كده انت هنا حاسه طبيعي جدا. وفي مفارقة كمان مهمة هنا في اللفظ ده، الدنيا نفشة ريشها وضارية، وضارية ده هو اللفظ اللي بيتوصف بيه دايما الحيوانات والطيور الجارحة او المفترسة، يعني اللي هي عكس الكناريا بالظبط. الكناريا هذا الكائن الحساس الرقيق قصاد الدنيا الضارية اللي بتفترس اي حد. عدوة ولا صديقة يا دنيا، ده الناس في دقيقة، بس الحقيقة المضيئة أحكامها على الكل سارية يا زقزقات الكناريا. وهنا سيد حجاب بيحاول يخرج سيد كناريا من الإحساس العام بالمظلومية حتى لو كان مظلوم فعلا، لأنه في الآخر أحكامها ماشية على الكل. الكوبليه اللي جاي بقى بحس إن سيد حجاب قعد مع نفسه طلع كل الكلمات اللي ليها نفس القافية بتاعت كناريا دي، وقعد يدور على أصعب لفظ فيهم، لفظ صعب جدا تحطه في أغنية وتلاقي له معنى يليق عليه، لحد ما وقعت عينه على كلمة البسارية. قال لك بس هي دي البسارية دي اللي أنا عايزها. ولو قعدت تفكر أصلا وتعصر دماغك إن أنت تحط البسارية في جملة مفيدة مش هتلاقي. يعني حتى البسارية دي وسط الكائنات البحرية مش مهم قوي يعني، بس شوف سيد حجاب قدر يستخدمها إزاي. إمتى الوحوش في جحورها يترد كدها لنحورها، والدنيا تصفى بحورها بين السمك والبسارية يا زقزقات الكناريا. شوفوا البساطة، للحظة كده تحس الله ازاي ما جاتش في بالي دي، يعني ازاي ما حدش استخدم البسارية دي في أغنية قبل كده. ده من زمان وكلنا عايزين ان الدنيا تصفى بحورها بين السمك والبسارية، يعني ده ضروري جدا. وهي دي عبقرية سيد حجاب، انه بيقدر يستخدم الفاظ شديدة الصعوبة ونادرة الاستخدام، وربما لم تستخدم قبل كده في اغنية اصلا. لا ومش بس يستخدمها بشكل سلس جدا يحسسك ان هي اصلا الفاظ غنائية ورشيقة، ويخلي لك الجملة المتنغمة دي ماشية تماما مع الألفاظ بحيث تقدر تبلعها بسهولة خالص. وزي ما بيقولوا دايما الصنايعي الشاطر هو اللي بيقدر يخفي الصنعة بتاعته، وسيد حجاب خافي الصنعة تماما، فما تحسش ان هو تعب في الجمله، تحس ان هي جات له كده. واحنا طول الوقت بنسمع الفاظ غريبه في اغاني، وساعات كتير قوي ما تبقاش قادر تبلع اللفظ، تحسه واقف في زورك، تقيل على لسانك، او مقحم على السياق، او معقد اكتر من اللازم. كل ده ما بيحصلش مع سيد حجاب، رغم انه احيانا كان بيحصل مع شعراء عظام جدا. يعني عندك احمد شوقي مثلا لما جه يكتب عاميه قال لك بلبل حيران على الغصون شجي معنى بالورد هايم، تحس ان انت مرهق وانت بتقولها، بتوجعك كده. لكن اتفرج على البسارية ولا غلطة. لسه مكملين الحلقات الجاية مع عم سيد حجاب. قولوا لنا في الكومنتات لو في تترات معينة حابين نتكلم عليها، واعملوا لايك وسبسكرايب وشير للحلقة، وشوفوا البلاي ليست من أوله، ونتقابل الحلقة الجاية. سلام.